دلوقتي يا حبايبي الزيتون اللي يتخلل في القارورة ويقعد مدة طويلة، ممكن يقعد 6 شهور سنة. ده مش هنعمل فيه أي حاجة خالص، هنحطه زي ما هو كده. أنا غسلته وهشطفه تاني وبصفيه. حط المية كده ميلة فيه كده، بنشطف أهو. هو كده في مصفى. بعد ما غسلته وطلعته من الحلة بشطفه تاني، بسيبه بس يصفى واعبيه جوه القارورة. الزيتون اللي انا عايزه اكله على طول هعمل ايه بقى؟ هقطعها كده 4، يعني هشقها كده تلات شرطات كده، وهحط في البطرمان بتاعي كده 2 3. باينه كده في الكاميرا اهي 3 شرطات كده كده كده. واللي ما يعرفش يشرط يا جماعه، ممكن يكون عندكم ايد هون يتدق. لو في اي دق، اي مدق عندكم للحمه او شاكوش حتى، او ايد هون، اي حاجه تدقوا بيه عادي، يتدق برضو عادي. ده اللي هو عايز يتاكل بسرعه بنقطعه كده. هخلص الكميه اللي عندي وارجع لكم تاني. انا هشيل دلوقتي اللي هيتشرح زي ما وريتكم كده، بعد شويه اوريكم. وهاجي بقى على هيتعبى بعد ما الصفى كده. هعبي هنا في القاروره بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعلي الكاميرا شوية عشان تجيب القارورة اهي يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عنده ازازة بقى فيها بتاعت ميه معدنية اللي هي 5 لتر او 6 لتر، او قارورة، او ازازة اللي هي لتر عادي، ممكن تحطوا فيها. ليه بقى في الازازة؟ علشان يعني البوز بتاعها يبقى محكم، فما ايه ما يخليش الحاجه تعفن. هعبيه كله كده يا بنات في الازازه وارجع لكم تاني. وجينا بقى يا جماعه لتخليل. بعد ما قطعت معاكم الزيتونه، شرحناها كده 3 تشريحات كده زي ما انتم شايفين كده، كله بالشكل ده كده. عبينا البطرمان بتاعنا اهو. هنجيب كام قرن فلفل. هو يستحسن الفلفل الفيوم الصغير عن كده يا جماعه، يعني يستحسن. ليه بقى؟ عشان بيغيب يعني. ان عرفنا ندخلها يعني وهي واقفه كده ماشي، ما عرفناش هنلاقيها عايزه زي ما انا بعملها كده في البطرمان. بسم الله الرحمن الرحيم كده بالشكل ده كده. وهجيب، اللهم صل على النبي، شويه ميه على قد ما البطرمان هيشيل، واحط فيه الملح الصخري. بس انا منعماه يا جماعه، انا جايباه من اسوان ومنعماه. هحط 4 معالق كبار على البطرمان اللي هو الكيلو زيتون. 3 كفايه والله. بالربع اهي. هندوب الملح كويس كده. الملح الصخري افضل من الملح البحري يا جماعه. الملح البحري بيعمل عفونه كده فوق اي مخلل. هنعبي الملح بتاعنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. اتملى البطرمان معانا. هنحط شويه عصير ليمون زي ما انتم شايفين كده، عصرين الليمون كده عليه. وهناخد شويه قشر من اللي احنا قشرناه بالشكل ده كده يا جماعه. بنعمله كده وبنغطي به الايه الليمون بتاعنا، الزيتون بتاعنا اهو. كانه غطا، يعني انا بقفل بيه كانه هو غطا، الليمون نفسه غطا. بيتعمل بالشكل كده يا جماعه. تحط بعدين هنقفل الكيس. هنقفل الكيس كده، هندخل كيس عليه كده علشان ايه ما عرفتش ادخل الكيس الصراحه. هدخل الكيس هيقع على ليمون كتير حسن. انا موقف الموقفات. طيب الكيس ما بتحطش من جوه. لا من كل ده كتير قوي اللي انت حاطاه ده. الكيس ده بتحطه تقوم مبشمع عليه. كان حاتم الميه قلت عليه. كامل شغال. كده السكينه اللي عندك دي، السكينه اللي عندك دي. استني بس استني.
انت اللي جايب الكيس لقيته كبير خالص. طيب ما انا بتحط من جوه ولا ايه؟ اللي كله بيدخله من جوه احمد. لا 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 لا. تقوم حاطط كده اهو وتقوم ايه اهو 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 تقوم عامله كده اهو وتقوم أستك حاطه بقى مفيش الغطا. أستك؟ بس لا لا طالما عامل الغطا ماسك خلاص. طيب افرض معايا حد. ايه ده بيصور. طيب طب والله ما انا قطعاه، هخليه كده يا جماعه، هخليه زي ما انتم شايفين كده بالظبط كده بالشكل ده كده، وقفلنا الغطا اهو، وهنحط استك هنا او توكه، يعني هو يستحسن لا استك لا توكه. حطينا الكيس زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم كده. قفل ده كويس اهو. هنقلب البطرمان بتاعنا كده. مفيش حاجة وقعت مننا خالص اهي الحمد لله. هنخليه كده شوية لمدة ليلة واحدة بس، ان هو ما بيسربش بس كده. كده خلصنا من دوت. هنيجي للكبير ده، هنحب الفلفل. نطلع على الكاميرا شوية كده. هنعبي الفلفل في الليمون في الزيتون. وهنا جبت الملح يا جماعة. طبعا الملح على حسب الرغبة يعني. طبعا انا حطيت علشان ده كمية واخد 10 كيلو زيتون وكيلو فلفل، وطبعا لسه هجيب فلفل كمان بس الصبح ان شاء الله. هجيب الفلفل الفيوم الصغير وهزود بيه الازازة الصبح بتاعتي ان شاء الله باذن الله. فالملح ده بقى على حسب الرغبة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. والبطرمان برضو نفس القصة كده هيتقفل برضو. بعد ما خلصنا يا جماعة بعت جبت الفلفل اللي قلت لكم عليه وزودت بيه الازازة بتاعتي الحمد لله اتملت خالص. معايا بقى هنا كوباية عصير ليمون اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. صبيت كده عصير الليمون. وده القشر يا جماعة مع ليمون طرنشات برضو. والقشر كله هنغطي به الفلفل والليمون والزيتون بتاعنا ده يا جماعه. يقعد بقى 6 شهور سنه، يقعد مده طويله لان ما تشرحش الزيتون ولا الدق. انما البطرمان اللي هو احنا شرحناه مع بعض ده ما فيش 20 يوم وناكل منه عادي. الحمد لله رب العالمين. هنحط بقى كيس. وبعد كده يا بنات جبنا الكيس اهو، طبقته 2 وبنفس غطا القاروره بتاعتها اهيت. هنقفل بيها. طبعا انا مش قادره اقفل بيها ايديا. يقعد كده يا جماعه بقى بسم الله ما شاء الله عندنا يعني ان عشنا يعني يتاكل بعد سنه بقى، بعد بيقعد كتير يعني. الحمد لله رب العالمين. كده خلص الزيتون معانا اهو يا جماعه. والف هنا وشفا للي يعمل زينا، والف هنا وشفا للي ياكل عندنا هنا. وده البطرمان اللي هيتاكل بسرعه اهوت. ده اللي هيتاكل في خلال 20 يوم هناكل منه ان شاء الله باذن الله. وده اللي هيقعد كتير. بحبكم في الله، يا رب تكونوا استفدتوا النهارده يا جماعه. وعلى فكره الزيتون ده انا جايباه بايدي وانتوا هتشوفوني في فيديو برضو، وانا جايباه من سوا بايدي يعني من الشجر نفسه. بحبكم في الله، يا رب تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم.